ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد يا جماعه، وفيديو مهم جدا. انا يا جماعه عملت مصيبه. ايه هي المصيبه اللي انا عملتها دي؟ النهارده الفيديو بتاعي اللي انا عملته بتكلم عن الكارثه اللي انا عملتها في قناتي. انا يا جماعه كنت هتسبب في قفل قناتي كانت هتتقفل خالص، وكان يعني مش هيبقى في حاجه اسمها قناه اسمها حسن هاشم. الحمد لله انا لحقت قناتي. انا طالع لكم النهارده يا جماعه عشان اقول لكم اللي حصل معايا وتجربتي اللي حصلت في القناه بتاعتي، عشان كل الناس اصحابي وكل الناس اللي عندهم قنوات يخلي بالهم كويس وما يعوش ويلبسوا في الحيط زي ما انا لبست. اللي حصل معايا يا جماعه كالاتي: انا طبعا قناتي قناه طبخ، ملهاش علاقه خالص بالاخبار او الكلام ده، وانا المشاهدات عندي طبعا زي اي حد المشاهدات مش عاليه قوي، بس القناه متفعله ربح. يعني محقق ال1000 مشترك، ومحقق ال 4000 ساعه مشاهده، والقناه محققه الربح وشغاله فيها، الربح شغال تمام التمام. بس طبعا مفيش مشاهدات عاليه زي ما انتم عارفين، يعني في الاول يعني عشان لسه مش مشهورين. عملت انا ايه بقى يا جماعه؟ جيت بقى في الفتره اللي فاتت دي كان في فيديوهات ترند عن ياسمين وضني، لو تعرفوا واحده على السوشيال ميديا يوتيوبر اسمها ياسمين وضني جوزها، كان في كده، فرحت منزل ايه، وصدفه جد لو تعرفوها وكده، فرحت منزل ايه فيديوهات تخصهم ترند وكده، يعني قلت تجيب مشاهدات يعني تساعد قناتي. طلعت يا جدعان ان الموضوع ده كله غلط في غلط. اللي حصل معايا بقى يا باشا، ان يا جماعه كلكم بقى، ويا باشا اللي بتتفرج عليا، ويا كل اصحاب قنوات الطبخ، وكل اصحاب القنوات عامه، نزلت يا جماعه طبعا فيديو للصدفه وفيديوهين لياسمين. طبعا دول الترند في الوقت ده، يعني اللي هم ايه، جاي دي مشكله يعني ما بينهم وكده، وانا قلت دي مشكله ترند وكده وهتجيب مشاهدات. اللي حصل يا جماعه ان انا الفيديو حملته، انا لما بنزل الفيديو عندي بنزله غير مدرج ده عشان اعرف الفيديو في اي حقوق طبع ونشر، في قيود على الفيديو، في حقوق طبع ونشر، في حاجه في مشكله يعني فيه. فهو بيقول لي قبليها، فعشان كده انا بخلي الفيديو غير مدرج عشان اعرف الفيديو فيه ايه قبل ما انزله واتحاسب عليه. ودي حاجه كويسه جدا يا جماعه، برضك انا بنصحكم بيها ان انتوا خلوا فيديوهاتكم كلها اللي بتنزلوها على اليوتيوب قبل ما بتنزل علني خلوها غير مدرج، عشان تعرف الفيديو ده عليه حقوق طبع ونشر ولا فيه مشاكل او ما فيهوش مشاكل قبل ما تنزله، عشان خاطر ما يجيلكش انذار. اول حاجه يا جماعه نزلت الثلاث فيديوهات دول، فيديوهين لياسمين وفيديو لصدفه جاد. اول حاجه كده يا جماعه لقيت انذار جالي حقوق طبع ونشر على القناه. قلت ايه ده كده في حاجه غلط، رحت ايه شايل الفيديو. راح جالي الانذار التاني، قلت لا مش هينفع كده، فاضل لي انذار. لو كان جالي الانذار التالت يا جماعه، لو كان جالي الانذار التالت كانت القناه اتقفلت. انا الحمد لله اول ما جالي الانذار التاني انا مسحت الثلاث فيديوهات خالص من عندي نهائيا، واي حاجه ما تخصنيش على القناه مسحتها. تمام. شلت طبعا الثلاث فيديوهات خالص خالص خالص. تمام. وجالي انذارين، والانذارين زي ما انتم عارفين الانذار اصلا بيقعد حوالي 90 يوم عشان يتشال، فالانذارين جم في وقت واحد، فهيتشالوا في وقت واحد بعد 3 شهور. دي اول حاجه. تاني حاجه يا جماعه، انا في اول القناه خالص كنت منزل فيديو، لو تعرفوا الحاج جابر والحوارات وحمدي ووفاء، كنت منزل فيديو الحاج جابر عن ابو زياد. تمام. والفيديو ده يا جماعه كان جايب عندي 66 الف مشاهده. تمام. الفيديو ده كان عندي، وكان عندي كام فيديو كده شورتس مش بتوعي، واحد بتاع محمد صلاح، وواحد بردك مش بتاعي بتاع ويجز الغلابه والكلام ده، فدول ما كانوش بتوعي بردك خالص. بعديها يا جماعه بعد ما جالي الانذارين من يومين، النهارده جالي ان الربح وقف على القناه، جالي رساله كده بيقولوا لي ان قناتك لا يمكنها تحقيق الربح. وركزوا يا جماعه معايا في الموضوع ده عشان احكي لكم فيه وافهمه لكم بالظبط. قناتي لا يمكن الربح منها، يعني الربح كده وقف على القناه، يعني القناه مش هينزل عليها اعلانات. تمام. ايه الحل بقى يا جماعه؟ الحل دلوقتي ان انا بصبر شهر كامل، وبعد الشهر الكامل ده ببص على المشتركين بتوعي بلاقيهم مثلا 1000 زي ما هم، وساعات المشاهده زي ما هي 4000، بقدم طلب تاني زي الاول بالظبط كده. يعني شوفوا الغلط اللي انا عملته عمل ايه معايا. يعني بقدم من اول وجديد القناه. يعني انا دلوقتي بعد شهر هستنى شهر كامل
ده غير الانذارات. الانذارين دول انا هقعد عليهم 3 شهور، 3 شهور عشان خاطر يتشالوا الانذارين دول. ان انا بقى اقدم في القناه تاني عشان الربح يشتغل، عشان الربح عندي يشتغل، بعد شهر من اللي حصل ده هقدم تاني. ولازم اكون عندي بردك 4000 ساعه مشاهده و1000 مشترك، يعني كاني ببدا من الاول. تمام. كل ده يا جماعه ليه؟ بسبب غلطات احنا بنعملها. انا قلت اطلع بالفيديو ده ليه يا جماعه؟ عشان والله بجد انا بحبكم وبحب اساعد كل الناس اللي عندي، لان معظم الناس اللي عندي عندها قنوات. فانا طلعت الفيديو ده عشان اقول لكم يا جماعه خلي بالكم محدش ينزل حاجه مش محتواه، لان انا جالي رساله ان الربح عندي اتوقف بسبب محتوى معاد استخدامه. محتوى معاد استخدامه، يعني انا نزلت فيديوهات بتاعت ناس مش بتاعتي، فجالي وقف الربح. وقف الربح ده اللي هو ما بيشغليش اعلانات اصلا. لو انتوا اللي انتوا لازم تعرفوه، الربح ده يا جماعه بيجي اصلا اساسا من الاعلانات اللي بتيجي على الفيديو. طالما ما فيش اعلانات على الفيديو اعرف ان انت ما عندكش ربح شغال. تمام. لان هي الاعلانات هي اللي بتجيب لك فلوس، من غير الاعلانات على الفيديو ما فيش فلوس بتجيلك. فانا النهارده لما جالي الرساله اللي جات لي بتقول لي ان انت الربح اتوقف عندك بسبب محتوى معاد استخدامه. انا منزل على قناتي محتوى معاد استخدامه اللي هو فيديو الحاج جابر والفيديوهات اللي انا قلت لكم عليها. تمام. طبعا انا اول حاجه عملتها مسحت الفيديوهات دي خالص، وهو بيقول لي كمان في الرساله عشان تقدم بعد شهر لازم تعدل قناتك وتشيل اي فيديو مش بتاعك، وتشيل اي حاجه محتوى ما تخصكش، حتى لو اغنيه، حتى لو نغمه، حتى لو اي حاجه. فانا بحذركم يا جماعه انا اتقرصت ولبست في الحيط. محدش يا جماعه ينزل حاجه مش محتواه على قناته ولا بتاعت اي حد ولا ايا كان ايه هي. نزل محتواك وبس، مش هتنجح الا بمحتواك. عشان بس تعرفوا انا هو لسه في القناه وبتعلم وبشوف الكل جديد وبعرف ايه الصح من الغلط، واديني لبست في الحيطه يا جماعه، مع اني فاهم حاجات كتير، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وده اللي حصل. هضطر استنى دلوقتي يا جماعه. الحل اللي انا هستناه ان انا هضطر استنى شهر، وبعد الشهر هقدم تاني قناتي عشان خاطر اقدم في شركاء اليوتيوب، عشان خاطر الربح يشتغل عندي تاني. لان انا كده الربح وقف عندي والاعلانات وقفت عندي بسبب ان انا نزلت محتوى معاد استخدامه. فبنصحكم يا جماعه بعد اذنكم لو بتحبوا حسن بلاش يا جماعه. انا بنصحكم نصيحه اخويه عشان بحبكم كلكم، كل المتابعين اللي عندي عندهم قنوات. يا جماعه ما تنزلوش محتوى معاد استخدامه، يعني ما يبقاش محتوى محطوط على قناه تانية وتروح واخده كوبي او عامل له تحميل ومنزله على قناتك. ده غلط يا جماعه، ده غلط. عايز تنزل محتوى ترند لازم تكون انت طالع فيه، لازم انت تعمل فيديو ليك في الاول طالع فيه، بعد كده تحط المحتوى الترند وتحط منه حاجات برضك ليك ومش عارف ايه عشان يقدر اليوتيوب يسمح بيه. غير كده يا جماعه انا الفيديوهات عندي سبتها قعدت 3 4 ايام، وبعد ال 3 4 ايام جالي انذار. يعني في اول ما عملت غير مدرج قال لي الفيديوهات ما فيهاش مشاكل، بعدها ب 3 4 ايام جالي انذارات. فخلي بالكم يا جماعه كويس جدا، محدش ينزل محتوى مش بتاعه ومحدش يستخدم محتوى معاد استخدامه، عشان النهارده انا قناتي كانت هتتقفل والربح اتقفل فعلا من عندي، وبعد شهر هفعله تاني. يعني هقدم تاني بس بعد طبعا ما امسح كل الفيديوهات اللي عندي، انا مسحتها اوريدي. تمام. وهضطر استنى شهر كامل عشان الربح يرجع لي تاني، عشان الاعلانات ترجع تشتغل تاني على قناتي. تمام. والانذارات طبعا دي مش بايديا، دي حاجه هضطر ان انا استنى 90 يوم عشان يتفك من عليهم الانذار، عشان الانذارات دي تتفك. انا يا جماعه حبيت اوصل لكم اللي حصل معايا، وحبيت اشارككم اللي حصل معايا عشان تبقوا عندكم وعي، وعشان تعرفوا ايه اللي حصل معايا، عشان ما تقعوش في الغلطه اللي انا وقعت فيها. عشان انا بحبكم جدا، انتوا احسن متابعين بامانه الله، وانتوا ناس محترمه جدا، وكل الناس اللي معظمها اللي عندي عندها قنوات. فانا قلت اطلع بالفيديو ده واقول لكم النصيحه دي، واقول لكم خدوا بالكم يا جماعه عشان ما حدش يقع في الخطا ده زي ما انا ما وقعت، وقدر الله ما شاء فعل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ويكون عن الطبخ.